لو سألتك يا سيدي عن أسوأ أنواع الخيانة، ممكن أول حاجة تيجي في دماغك خيانة الراجل لمراته، أو العكس، ممكن تعلى شوية وتوصل لدرجة خيانة الوطن. في اللحظة دي يا سيدي هكون خلاص على وشك إن أنت توصل اللي أنا عايز أوصله لك. في الفيديو ده هكلمك عن أشهر وأسوأ 3 خونة في تاريخ العرب. دول مش خانوا وطن، دول خانوا أمة بحالها. مش هطول عليك ونخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. وفي الخيانة الأولى يا سيدي هنرجع فيها بالتاريخ شوية لغاية ما قبل الإسلام. والخاين الأول كان اسمه أبو رغال، هو اسمه كده ما علينا. وأبو رغال ده يا سيدي كان موجود في الوقت اللي كان فيه أبرهة الحبشي. أبرهة الحبشي راح بنى بيت في اليمن، وكان عايز يحول كل العرب ويخليهم يحجوا للبيت ده بدل مكة. طبعا العرب كلهم رفضوا، فأبرهة راح مجهز جيش عشان يغزو مكة ويهدم الكعبة. طب أبو رغال دور إيه في القصة دي اللي إحنا أصلا عارفينها؟ استنى شوية. ما هو يا سيدي أبرهة والجماعة بتوع الحبشة ما كناش أصلا يعرفوا اتجاه مكة ازاي، ولا يروحوا منين، ولا حتى أصلا يركبوا مواصلات ايه، فكانوا محتاجين دليل عشان يمشوا قدامهم يدلهم على السكة أو على الطريق. فبدأوا يدوروا يا سيدي على أي حد يكون دليل لهم في الطريق. الكل رفض ومفيش حد رضي إن هو يكون دليل ليهم ما عدا واحد بس، اللي هو أبو رغال. هو الوحيد اللي وافق إن هو يكون دليل ليهم وبأجر. لكن يا سيدي ربنا أرسل الطير الأبابيل على جيش أبرهة، فمات أبرهة ومات أبو رغال. لكن ابو رغال اتعرف عند العرب بالخاين، لان هم اصلا ما كانوش يعرفوا اي حد قبل كده خاين لحد مقابل مال. ومش بس كده يا سيدي ان هم عرفوا ان هو خاين، ده كمان قبر ابو رغال كان بيرجموه. يعني الناس كانت لما تروح الحج بعد ما تخلص الحج وهي راجعه لازم يرجموا قبر ابو رغال. واستمر الوضع على هذا الحال لغايه ظهور الاسلام، وكان ابو رغال بيتضرب بالمثل في الخيانه. اما تاني خيانه يا سيدي في تاريخ العرب، ودي تعتبر من ابشع الخيانات، خيانه ابن العلقمي. وده اللي سهل الدنيا لهولاكو او للتتار وخلاهم ان هم ينقضوا على بغداد ويقتلوا الخليفه المستعصم بالله. وابن العلقمي يا سيدي تولى الوزاره في عهد المستعصم بالله، لكن المستعصم بالله كان ضعيف الشخصيه وكان سهل ان انت اصلا تقوده، من الاخر كده كان طري شويه. فابن العلقمي استغل القصه دي لصالحه، فبدا يا سيدي يبث سموه في كل مكان، وبدا يكون ليه عين وايد ورجل في كل حته. حتى المستعصم بالله ما كانش بيعمل اي حاجه الا بمشوره ابن العلقمي. وابن العلقمي كان ماشي بخطه ان هو يسقط الخلافه ويتولى هو الحكم. فكانت اول حاجه في خطته الجيش. فكان الجيش الاسلامي يا سيدي في عهد المستعصم بالله وصل عدده ل 100,000 مقاتل، يعني 100,000 عسكري. لكن ابن العلقمي بدا يسرح في العساكر دول، كل شويه يسرح شويه لغايه ما وصل عدد الجيش الاسلامي ل 10,000 مقاتل. يعني يا سيدي في 90,000 مقاتل راحوا واتبخروا بسبب ابن العلقمي ده. بعدها يا سيدي بدأ يرسل التتار ويعرض عليهم المساعدة في إسقاط الخلافة، وكان بيحكي لهم على الوضع ماشي ازاي ويسهل لهم ويقول لهم الطريق مفتوح قدامكم. التتار شافوا ان الدنيا سهلة وبدأوا يجهزوا جيشهم عشان يغزوا بغداد. وابن العلقمي بدأ يعمل حاجة ثالثة في خطته، ان هو بدأ يضعف من همة الناس ان هم اصلا يحاربوا التتار. ومش بس كده، ده كمان بدأ يضعف من الروح المعنوية او همة الخليفة نفسه، واقترح عليه ان هو يطلع بنفسه يقابل هولاكو، واقنعه يا سيدي ان هو بيعمل ده لحقن دماء المسلمين. فالخليفة اقتنع، فاخذ مجموعة من الرجال عشان يقابلوا هولاكو. لكن هولاكو خلص على الرجالة دول وخلص على الخليفة المستعصم نفسه، وكل ده كان من تدبير ابن العلقمي. وبسبب خيانة ابن العلقمي سقطت الخلافة. ومش بس كده، ده كمان دمروا مكتبة بغداد اللي هي تعتبر اكبر واعظم مكتبة على وجه الارض في الوقت ده. ده غير القتل اللي كان منتشر بين الناس، لدرجة ان عساكر التتار طلعوا بره بغداد خوفا من الطاعون بسبب الجثث اللي كانت موجودة في الشوارع. وتعين يا سيدي ابن العلقمي حاكم على بغداد، لكن كان بالنسبة لعساكر التتار ملوش أي 30 لازمة. كان أقل عسكري كان بيهينه، كان هو بنفسه هو اللي بيخدم عساكر التتار. بعد كان ليه خدم وكان ليه حراس، لكن ندم. لكن بعد إيه؟ ومات ابن العلقمي بعد دخول التتار بشهور. وندخل يا سيدي على أشهر 3 خاين في تاريخ العرب، وده كان في عهد الأيوبيين. وصلاح الدين يا سيدي بعد ما قدر إن هو يرجع بيت المقدس لحضن المسلمين، اللي جو من بعده هم اللي ضيعوا بيت المقدس من تاني. فكان في يا سيدي خلاف كبير بين الملك الصالح اسماعيل حاكم دمشق وبين الملك الصالح نجم الدين ايوب حاكم مصر. ووصل بيهم درجة الخلاف ده يا سيدي ان الملك الصالح اسماعيل حاكم دمشق استعان بالصليبيين عشان يساعدوه ويعاونوه في مواجهة حاكم مصر، في مقابل ايه؟ في مقابل ان هو يسلمهم بيت المقدس والمسجد الاقصى. وعشان كده يا سيدي الملك الصالح اسماعيل اتحسب واتعد من اشهر الخونة في تاريخ العرب، لانه هو سلم مدينة في ناس حاربت واستشهدت عشان يرجعوها، وهو سلمها بكل سهولة. لكن الملك الصالح نجم الدين ايوب حاكم مصر بمساعدة الخوارزميين قدر ان هو يهزم الملك الصالح اسماعيل حاكم دمشق هو والصليبيين ويرجع بيت المقدس من تاني. ودول يا سيدي كانوا اشهر 3 خونة في تاريخ العرب. لكن انت برضه ممكن تكتب الاسم الرابع والاسم الخامس في الكومنتات.